الراديو 90 هواها مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل، مساء العسل، أهلا وسهلا يا معلمين في كلام المعلمين على الراديو 90 هواها مصري مع مؤسسة مصر الخير. وحشتونا جدا الحد والاثنين، وعدنا إليكم الثلاثاء وحلقة جديدة تبدأ من الآن وتستمر حتى 3 صباحا. عاملين ايه؟ كويسين؟ حلوين؟ تمام؟ مهيصين؟ فرحانين؟ شوية ناس فرحانين واكيد في ناس زعلانين، ولكن عايزين نقول في البداية طبعا مبروك للنادي الاهلي، مبروك للاهلاوية، وبالتوفيق للزملكاوية. وخلينا نقول حاجة لطيفة جدا، احتفل وافرح واتبسط. يعني بص، يعني هتطلع من الجملة دي مش عارف هو اهلاوي ولا زملكاوي، هقول لك في الاخر. افرح واتبسط واعمل اللي انت عايزه، بس خلينا بجد يعني نفرح في حدود اللي ما يزعلش غيرنا. يعني نفرح ونهزر ونقلبها بهزار ونهزر مع بعض، والله حلو. وحتى يعني التحفيل ابو هزار ده حلو جدا، لكن من غير ما نستفز بعض، ومن غير ما الناس تزعل من بعض، ومن غير ما الناس تخسر بعض. كفايه خساره، والله احنا يعني عمالين نخسر خسارات كتير قوي. خلاص يعني خلينا نفرح افرح يا عم، اتبسط وانا مبسوط وانا انشكحت واحتفلت وفرحان. ولكن زي ما بقول مش عايزين يعني لا كوره هتخسرنا بعض ولا اي حاجه في الدنيا هتخسرنا بعض، علشان في يعني شايف بقى يعني موجه بدات كده من بعد الماتش، الناس عماله بقى تستلم بعض جامد. فليه يعني هتقول لي ما لو كان الزمالك، هقول لك برضه لو كان الزمالك، لو كان الاهلي واي حد. خلينا نفرح وخلي الناس كلها تبقى مبسوطه من غير ما حد يشيل من التاني. الحكايه كلها ايه؟ هنفرح كام ساعه وبعد كده هنرجع بعدها بيومين ولا حاجه نبتدي نشوف احنا زعلنا مين او زعلنا من مين. مش مستاهله والله خالص. مبروك طبعا للاهلي، مبروك للاهلاويه. هتقولي انت ايه؟ انا بشجع الاهلي عشان ما ابقاش كذاب، بس انا يعني شخصيه غير كرويه بالمره، جاهل رياضيا حتى النخاع، ولكن اهلاوي. هكذب يعني اهلاوي زي ما قلت لكم قبل كده، وهحتفل بالاهلي. ولو كان الزمالك هو اللي يعني النهارده فاز كنت هحتفل، واحتفلنا اللي هو برضه في حدود المعقول، الفرحه الحلوه. يعني عارفين امتى بقى نعمل الاحتفال؟ لما تبقى حاجه بقى المنتخب هتشقلب لكم هنا في الاستوديو شقلبه. لكن زي ما بقول خلينا نحتفل ونفرح ونتبسط ونبقى اخر سعاده واخر زقططه، بس من غير ما نخسر بعض، من غير ما حد يزعل من التاني، من غير ما ننسى ان في هنا شهداء وهنا شهداء، وهنا ناس كانت يعني كانت هتبقى فرحانه جدا النهارده، وكان في ناس هتبقى النهارده متضايقه وعماله. فخلينا برضو يعني زي ما بنقول دايما احتفالنا من غير ما حد يزعل من التاني. وانت بتكتب اي تويته، وانت بتكتب اي بوست، وانت بتنشر اي صوره، الله يكرمك يعني كده، يعني فكر كده في البسيط كده، والله هتزعل مني حبايبي. كمان يومين هاجي اكلمه هلاقيه شايل مني. على ايه يا عم؟ على ايه؟ افرح من غير ما تستفز حد. وده للاهلاويه. والزملكاويه فوت الليل، الله يخليك، خليها ليله وتعدي، وكبر دماغك شويه وعديها وبلاش. يعني انت اكيد لو كنت في نفس الموقف ان شاء الله يعني بتحصل اكيد، يعني كنت هتبقى مبسوط ومحفلاتي برضو. فالطرفين يقدروا يحتفلوا ويتبسطوا. طب انا اقول لكم والله بدون ذكر، يعني كنت في احد الماتشات، يعني النهارده يعني كان منزلي يعني، لكن في مره كنت بشوفه في مكان ما. اللي حصل ان بعد ما الماتش خلص كان الاهلي والزمالك، مش فاكر والله مين اللي فاز، تقريبا الاهلي مش عارف. ففجاه كل الناس اهلاويه وزملكاويه قاموا احتفلوا ورقصوا وهيصوا وفرحانين. بقيت شفت حاله حلوه كده، يعني قلت ايه بقى يعني طب ما احنا عايزين الحاجات دي، عايزين نختلف ولكن من غير ما نضرب في بعض، من غير ما نزعل بعض، من غير ما هو كان اهلي، لان يعني الزملكاويه يعني احتفلوا اكتر من الاهلي الحقيقه. فمبروك يا اهلاويه، ومعلش هارد لاك، ولكن بالتوفيق الزملكاويه. والهي الدنيا في كده في حياتنا كلها، انت مره تكسب انا مره اكسب، حد هيرد يقول لي لا انا مره اكسب وانت 10 تخسر، كل واحد بقى يعني دي اقدار الحقيقه في الاول وفي الاخر. النهارده هنلعب لعبه، هنعمل قصف الجبهه بتاعنا. وحتى يعني كان ممكن بقى لو احنا بقى يعني غير مش عارف ايه، يقول لك قصف جبهه من الاهلاويه للزملكاويه. لا خالص، قصف الجبهه بتاعنا بالمزيكا النهارده من باب الهزار. هنقول لبعض، هنتريق على بعض، هنخلي كل يتريق، الاهلاويه يتريقوا والزملكاويه يتريقوا، وهنعملها بالشكل الحلو بتاعنا اللي ما بيزعلش حد، الراقي اللطيف اللي من غير ما حد يشيل من التاني. تاني يا جماعه افرحوا. احنا محتاجين نفرح والله، ومحتاجين نتبسط، يعني المناسبات الحلوه دي بنفتقدها الحقيقه. ولكن الله يخليك فكر صحابك، مش عايزك تخسرهم خالص. مفيش حاجه تستاهل في الدنيا ان انت تخسر حبايبك واخواتك وصحابك والناس اللي عندك على الفيسبوك بتاعك.
وانت يا اخي الفاضل الاخر كبر دماغك وما يعني يعني خليك مرن فلكسبل شويه وفوت الليله، وهي ليله وهتعدي. احنا داخلين على يوم جديد ان شاء الله، يوم حلو كده عليكم، علينا كلنا، على كل مصر، على المصريين كلهم. انا ما اعرفش اقول بقى يعني هو مبروك للاهلي، مش هكذب، ولكن حلو، الفرحه حلوه للناس كلها، وان شاء الله الزمالك يكون في احتفال قريب ونحتفل كلنا برضو، وزي ما وهتلاقونا بنحتفل للزمالك ونحتفل للاهلي كمان معاه زي ما بنعمل النهارده. يوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2016. درجات حرارة هذا اليوم إن شاء الله: القاهرة 17-9، اسكندرية 15-10، مرسى مطروح 15-9، دمياط 16-11، بورسعيد 16-11، العريش 17-7، دمنهور 16-9، طنطا 17-10، السويس 19-7، المنيا 18-4، قيناء 21-7، أسوان 22-8، الغردقة 23-11، شرم الشيخ 23-13، سان كاترين 13 وماينس 1 بالليل. فيعني الجو حلو وجميل ولطيف وكل حاجه. عندنا ايه النهارده يا رجاله؟ عندنا قصف الجبهه، وعايز الزملكاويه قبل الاهلاويه يختاروا المزيكا اللي يقصفوا بيها جبهه الاهلاويه من الاخر. ولكن احنا برضو في الاول وفي الاخر احنا بنلعب، بنهزر، بنضحك، عايزين نفرفش مش اكتر. ده في قصف الجبهه. ابداوا بقى، يلا اختاروا اغاني هتقولوا ايه لبعض. الاهلي يبعت للزمالك والزمالك يبعت للاهلي، وزي ما بنقول مزيكا لعب. شيلوا الخناقات، شيلوا اي حد حاسس ان الموضوع اوفر يعني، وخلينا نقضيها لعبه زي ما قلنا. النهارده ان شاء الله عندنا كمل انت بقى، عندنا حاجه حلوه قوي قوي قوي. عندنا الشاعر الجميل محمد انسان النهارده هيبقى معانا هنا في استوديو الراديو 90 على الهواء مباشره في كلام معلمين مع مؤسسه مصر الخير. محمد هينور الراديو 90 وهنستمتع بوجوده معانا، الشاعر الجميل المهذب محمد انسان. طيب اخر حاجه عندنا النهارده قصه بعنوان جحيم المغتربات، وما تسالنيش تفاصيل، ما اديش اكتر من كده، انا اللي كتبت القصه وهتعجبكم، يعني هتعجبكم، انا بقول لكم اهو، والا هبطل اكتب خالص، هبطل واكون انسان جديد، اكتب كوميدي ولا اكتب اي حاجه. انا بقالي كتير ما كتبتش، فالمره دي بقى انا قررت ان جحيم المغتربات انا اللي اكتبها ان شاء الله. فكل ده عندنا النهارده ان شاء الله على مدى 3 ساعات من الان وحتى 3 صباحا. يبقى عندنا قصف جبهه، يلا ابداوا اختاروا الاغاني، اهلاويه وزملكاويه كله يلعب، احنا بنلعب. عندنا اخبار هنقولها لكم كده، عندنا كمل انت بقى، عندنا الشاعر محمد انسان، وفي النهايه عندنا جحيم المغتربات. وتاني بقول لكم القصه لازم تعجبكم، وابتدوا اهلوا من نفسكم من دلوقتي انها هتعجبنا، على فكره هتعجبنا. بس حتى في حاجات حلوه النهارده جديده، فيها حاجات زي كده. ابعد عن السماعات ارجوك. لو حد فتح الراديو دلوقتي 90 ولقى اللي بيحصل ده يقول ايه؟ هيقول بس في حد بيموت حد على الهوا تقريبا. يلا بينا نبدا كلام معلمين على راديو 90 هوا مصري. وبدايه ودماغ كلام معلمين لما بيحتفل كده. عندنا خبر بيقول نبدا بيه كده، بيقول لك جامعه كفر الشيخ قررت الغاء الكتب والمذكرات الجامعيه من السنه الجايه. رئيس الجامعه اعلن ان الغاء المذكرات والكتب الجامعيه هيتم ابتداء من السنه الجايه، وهيتم الاستعانه بالصيغ الالكترونيه للمقررات الدراسيه والكتب المرجعيه الخاصه بكل قسم. رئيس جامعه كفر الشيخ قال القرار ده لتطوير وتحديث الكتاب الجامعي شكلا وموضوعا، وتعظيم لدور المكتبات الالكترونيه كاداه مهمه للتعليم. من السنه الجايه مفيش كتب جامعيه في جامعه كفر الشيخ. طب الشيت هنملاها للدكتور ازاي؟ هنملاها له ازاي عشان يضمن مين اللي اشترى الكتاب من اللي ما اشتراهوش؟ يا عم الحاج انت مش معانا في انت ما كنتش طالب جامعي ولا ايه وكنت بتاخد طيب نرجع بقى ونشوف. بفكركم درجات الحراره يعني لسه في المحتمل، يعني ان شاء الله في الظريف يعني. بفكركم ازاي عندنا شويه قصف جبهه. يلا بقى بعد القصف اللي قصفناه، والنهارده قلنا قصف جبهه، بنلعب بنهزر ما بين الاهلي والزمالك على رقم الرسائل 199 او تدخلوا على صفحتنا على الفيسبوك. يلا المهمه القوميه فيسبوكيين، شير فورا. كل اللي على الفيسبوك على صفحتنا راديو 90 يعمل لايك للصفحه لو لسه ما عملش، ويعمل شير حالا للبوست ولايك ويكتب ويغرق الدنيا. يلا المهمه القوميه، ديكوا سقفه للمهمه القوميه، سقفه للمهمه القوميه، سقفه. يلا للمهمه القوميه بتاعت الفيسبوكيين، شير ولايك للبوست.
واكتب هتقصف جبهه، لو انت اهلاوي قول هقصف جبهه الاهلي بكذا، لو انت زملكاوي قول هقصف جبهه الزمالك بكذا، من الاغاني مش بالكلام يا جماعه، مش خناقات يا جماعه. والتويتر معلمين الثلاث على راديو 90. احنا ترند الحمد لله، ولكن احنا بنحاول نوصل للاول عشان الكوره النهارده والماتش عامل شغل جامد، بس على مين ان شاء الله واصلين ورايحين في الطريق ده، احنا معلمين هتعدي قدنا ولا ايه؟ الهاشتاج بتاعنا على تويتر معلمين الثلاث على راديو 90 او على انستجرام راديو 90 وعلى التليفون 2 18 10 866. وهنبدا بالاس ام اس. ومين بقى نرفرش ناخد حد بقى اهلاوي بيقصف في الزمالك، وبعد كده ناخد الرد على طول الزملكاوي. عمرو بيقصف جبهه الزمالك بالاغنيه التاليه. كلام معلمين راديو 90 هوا مصري برعايه مؤسسه مصر الخير. 21 جامعه مصريه تشارك غدا في ماراثون جري بكورنيش اسوان لتشجيع السياحه. ينطلق الاربع ماراثون للجري بتنظمه جامعه اسوان تحت رعايه وزاره التعليم العالي ووزاره الشباب والرياضه، وهتشارك فيه 21 جامعه مصريه من مختلف المحافظات. السباق هينطلق من امام نادي التجديف الرياضي بكورنيش النيل لحد استاد اسوان، وبيهدف السباق لتنشيط السياحه الخارجيه والداخليه لمدينه اسوان خصوصا في فصل الشتاء. ولا زال قصف الجبهه مستمر، وتقى عاشور بتقصف جبهه الاهلي كلام معلمين على راديو 90. وبفكركم النهارده هيبقى ضيفنا الشاعر محمد انسان، وعندنا الجزء الاخير من الساعه 2 للساعه 3 رعب جحيم المغتربات. اما يوم الاربعاء فهيكون ضيوفنا استاذ يوسف جلال صاحب كتاب المحارب وقصته الخاصه بالانتصار على مرض السرطان، وهيكون معانا استاذه نرمين واصل وتفسير الاحلام. ويوم الخميس هتكون ضيفتنا النجمه بشرى، ويوم السبت هيبقى ضيفنا الموسيقار يحيى خليل. لسه مكملين قصف الجبهات ما بين هنا وما بين هنا، وفي ناس من كفر الشيخ بعتوا قالوا فعلا الموضوع ده حقيقي وهيتم الغاء المذكرات والكتب الجامعيه من السنه الجايه. طيب انا قصفت جبهه الدكاتره في موضوع الشتات، طب انا هقصف جبهه الطلبه على فكره. هتخنصروا الكتب ازاي؟ فلوس الكتب مش بيحصل؟ تنكر انت اهو، انكر بقى، انكر جات لك من عند ربنا اهو يعني ظبطتك. تعالوا نشوف مين هيقصف جبهه مين من على انستجرام. وهيبقى احنا خدنا اللي فاتت ايمن عاشور او لا تقى عاشور تقريبا، ايمن يعني عاشور اللي خدناه كان من الهاشتاج بتاعنا على تويتر. نروح دلوقتي انستجرام الراديو 90 و كريم الاهلاوي حتى اخر نفس فيا بقول لكل الاهلاويه وبقول لكل الزملكاويه. كلام معلمين على راديو 90 هوا مصري مع مؤسسة مصر الخير، ولسه مكملين لحد الساعة 3 ان شاء الله. كمان دقائق هيبقى معانا كده رسالة من معرض الكتاب، سجلنا شوية تقارير هناك كده علشان نعرف تسمعوا انطباعات الناس اشترت ايه، بس في حاجات دمها خفيف هتعجبكم ان شاء الله وانتوا بتسمعوها. ولسه مكملين جولتنا في بعض العناوين الاخبارية، ولسه كمان في قصف الجبهة الاهلاويه والزملكاويه يعني قصف جبهه، ولكن زي ما اتفقنا في الاول افرح من غير ما تزعل غيرك، ازعل يعني او ضايق شويه من غير ما تنكد على غيرك، ده من حقه يتبسط وده من حقه يزعل، فيا ريت كل واحد يحترم التاني شويه يعني عشان الدنيا تبقى في اللطيف. يعني في قصف جبهه باغاني مهرجانات ديني رمضان دي مش عندي، يعني معرفش هي بتقول ايه، انا يعني اتكعبلت فيها مره فما تقولش غير ديني رمضان، هو حد يقول لي ايه اللي بيحصل بعد ديني رمضان عشان انا ما اعرفش. يلا اتصفوا الجبهه واختاروا معانا شويه مزيكا على رقم الاس ام اس 1909 او على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90. يلا المهمه القوميه يا فيسبوكيين، وكمان على تويتر معلمين الثلاث على الراديو 90 وفي طريقنا الى الاول على مستوى مصر. تقدر تسمع راديو 90 على ترددنا لو انت في العربيه 90.9 او تحمل الابلكيشن الخاص براديو 90 من على اب ستور او ويندوز ستور او ويندوز فون او بلاي ستور، بتكتب بالعربي الراديو 90 تستمتع معانا او تسمعنا على نايل سات على تردد 11765 افقي او اللي هو حرف اتش. فكركم تاني ان شاء الله ضيفتنا يوم الخميس الجاي النجمه بشرى في لقاء ان شاء الله حلو كلنا هنستمتع بيه وهي معانا. عايز اقول لصديقي العزيز يعني احنا تامر هو دلوقتي مروح وكان يعني بيتفرج على الماتش والحاله مكتئب وبيكلمني، فهو مش عارف يداري نكده واكتئابه وحزنه. انا مش عارف تقريبا العيله كلها عندهم زملكاويه تقريبا، فهو مش عارف، فهو حزين يعني وبيناشد الزملكاويه برضو ان هم يعني يحزنوا. لا ما تحزنوش ولا حاجه، عادي يا جماعه، والمره الجايه انتوا تحتفلوا واحنا عادي يعني عادي، الاهلاويه يفرحوا والزملكاويه يفرحوا وهكذا. هو كلمنا بس وبيسأل عايز يسمع أغنية ويهديها للأطفال هيا وصبا ومحمد وعمر. احنا بنسلم عليكم انتوا الأربعة وبنهديها لكم، بس مش مهم أبوكم الحقيقة. تعالوا نسمع هي أمي بيك إليسا ونرجع تاني علشان نسمع زي ما قلت لكم تقرير من معرض الكتاب. دكتور تامر ودكتور سلوى وهيا وصبا ومحمد وعمر، صباح الفل. ميكروفون الراديو 90 وكلام معلمين كان في معرض الكتاب وسجلنا الآتي.
انا اسمي احمد عمار، محاسب. جيت المعرض النهارده. السنه دي حسيت ان في حاجه ميزه جامده قوي في المتطوعين اللي واقفين بيدلوا الناس ويجاوبوهم على اي اسئله، وفي ابلكيشن كمان عاملينه على السمارت فون حلو قوي. فلا ده تطور حلو مقارنه بالاسعار اللي بره. بصراحه اسعار جميله. التنوع كمان ادى فرصه ان احنا فعلا يعني نشوف كل الاقسام. انا عن نفسي مدرسه في مدرسه جايه بس لقسم معين جايه اشتري منه. عجبني ان الاقسام كلها متواجده وبتفرعات كتيره. الاسم محمد نبيه بدير، رئيس قسم الرياضيات بالمنصوره. احنا جايين النهارده عن طريق المدرسه باص لشراء كتب لمكتبه المدرسه في جميع التخصصات. انا اسمي ريم شاهين. جبت هبتة وطوية ونساء من النيل من بولاق ورجال من اول بس. المعرض السنة دي حلو. انا في زيارتي للمعرض انا وزوجتي وبنشتري حاجات للاحفاد، حاجات خاصة بالاطفال، يعني اذا كانت فيها بازل، اذا كانت فيها حروف، اذا كانت فيها رسومات. وعجبنا جدا بالمكان. المكان مزدحم، محتاج وقت اطول شويه. انا يمنى ابراهيم، طالبه في كليه اداب انجلش سنه ثالثه. شايفه المعرض السنه دي تحفه جدا، وكمان ان انا كمان من ضمن مشتركه ضمن منظمين المعرض تبع موديل اسمه MBHC. فحاسه بقد ايه الناس تتعب وقد ايه المعرض منظم جميل وتجربه رائعه. اشتريت من كذا مكان زي دار الأهرام، لاقيها بسعر كويس جدا وفي ديسكاونتس كويسة، فده بيوفر عليا كتير، بيخليني اشتري حاجات اللي انا عايزاها اكتر. انا اسمي مشيرة سليمان، صحفية بمجلة علاء الدين، مؤسسة الأهرام. بيجيبوا لنا الخامات وعشان نشتغل مع اكبر قدر ممكن من الاطفال. بنعمل لهم اكتيفيتي فني في كذا ورشة. بنستخدم المشابك وبنعمل بيها مقالم تتحط على المكتب، وبعد كده بتيجي بقى مرحله التلوين. كل طفل بيلون بالالوان اللي هو بيحبها او اللي هو عايزها. في حاجه كمان ان احنا بنعمل حاجه طباعه على القماش. بعد ما بنخلص خالص بياخدوها الولاد. هو الاشتراك مجاني من بدون اي فلوس. هي المجله والمؤسسه هي المتحمله التكاليف. والسن بيبقى من 9 ل 15 سنه، لأن هو ده السن المستهدف للقراءة. أنا إجلال راضي، صحفية في الأهرام مجلة علاء الدين. احنا كل سنة في معرض الكتاب بنعمل في جناح الأهرام بارتيشن خاص بعلاء الدين، بنعمل فيه ورش فنية وورش حكي. ورش الحكي بتبقى عبارة عن إنه بنحكي للولاد قصة، كل يوم قصة مختلفة أو في كل ورشة قصة مختلفة. السن من 6 سنين ورش الحكي لحد بقى 13-14 زي ما الولاد يعني اللي عندهم استعداد ان هم يشتركوا معانا. بتبقى قصص ليها أهداف تربوية وأهداف سلوكية، ان هم يعرفوا يعني معلومات معينة. ودي حاجة احنا بنعملها تقريبا بقالنا يعني 3 سنين. فكرة الورشة كل الولاد اللي بيعدوا بيلفت نظرهم فبيجوا يسألوا ده ايه. اللي بيحب يشترك في ورشة فنية بيشترك، واللي بيبقى عايز ورشة الحكي بيشترك. السنة دي كمان عملنا انه يبقى فيه كتاب للأطفال هم اللي يحكوا الورشة. دكتور نجاة، أنا دكتور في مودرن أكاديمي فور انجينيرنج اند تكنولوجي. أنا يعني مبسوطة قوي إن المعرض مليان ناس، يعني وما كنتش متخيلة إن هو هيبقى مليان كده يعني. وفي حاجات كتيرة قوي، يعني أنا لسه ببدأ الجولة بتاعتي واشتريت كتب كتيرة قوي، معظمها تاريخ وسياسة، وفي كتابين على الأخص عن سد النهضة. الحقيقة أنا مهتمة قوي بالموضوع دوت، عايزة أعرف أبعاده إيه يعني من كل ناحية، من الناحية السياسية ومن الناحية التاريخية، وعايزة أعرف إيه اللي بيحصل هناك بالظبط. وفي كمان روايات، ومركزة قوي على جمال الغيطاني الحقيقة، لأن أنا تأثرت بوفاته جدا الحقيقة. فأنا سعيدة لغاية دلوقتي يعني، ولسه أنا في بداية الجولة. أنا بقالي هنا بقاليش ما كملش ساعة ونص. الحقيقة أنا مستمتعة وعايزة أكمل يعني. خلي بالك بكره خلاص الاربع ختام فعاليات الدوره 47 من معرض الكتاب، فلو لسه ما رحتش وعمال تاجل اعمل حسابك ان الاربع هو اخر ايام دوره معرض الكتاب 47.
نرجع تاني ما بين قصف الجبهات ونروح لصفحتنا على الفيسبوك ونقرا شويه وناخد منهم حد بس، علشان طبعا مش هنلحق ناخد كل ده. صفحتنا هي الراديو 9090. تاني بقول يا جماعه ما فيش صفحه اسمها كلام معلمين، اي صفحه اسمها كلام معلمين مزوره، احنا بنقرا من صفحه المحطه الرئيسيه الراديو 9090. طيب يوسف شقي المعلمين بيقصف جبهه الزملكاويه بكبرتك على سيدك. وفاء ضياء بتقول بقصف جبهه الاهلي باغنيه انت معلم واحنا منك نتعلم. والله الزملكاويه يقتلوكي دلوقتي. بقصف جبهه الزملكاويه باغنيه والله وعملوها الرجاله من شيماء شيماء ايه؟ شيماء يا شيماء. بقصف جبهه الزمالك باغنيه وهي عامله ايه دلوقتي لعمرو دياب من مصطفى جايد. بقصف جبهه الزمالك باغنيه احمد مكي احلم. بقصف جبهه الزمالك ده من عبد الرحمن شعراوي. كريم القاضي بيقول بقصف جبهه الزمالك باغنيه انا بتقطع من جوايا. بقصف جبهه الاهلي باغنيه انت معلم. عندي روح رياضيه من محمد اكرم. بقصف لا الناس اللي تقول صحابها مش النهارده، احنا عاملين ليها ثيم النهارده. بقصف جبهه الصيادله، لا ممكن نعملها مهن، حاضر ماشي. بقصف جبهه الزملكاويه بحاره ساقين لمنير من جرجس لطفي. بقصف جبهه الاهلاويه باغنيه في ثالثه يمين من هاله مجدي. بقصف جبهه الاهلي قريناها مره خلاص. بقصف جبهه الزمالك قريناها يا كرم القاضي. في كمان بقصف جبهه لا يا جماعه الله يخليكم مش هنشخصن حد خالص الا ده والنبي خلينا كده بنتكلم بعيدا عن اي حد. هتلاقونا يعني بصوا يعني مش عارف هيطلع لنا ايه بكره يعني. بقصف جبهه الزملكاويه باغنيه كتاب حياتي عين من حسام الصبري. بقصف جبهه الزمالك باغنيه قريناها خلاص. بقصف جبهه الاهلاويه اللي اعرفهم مفيش اغنيه، ده من سحس بومب. في بقصف جبهه الزمالك يا حلو بانت لبتك من صاحب المعلمين. في كمان بقصف جبهه الاهلاويه باغنيه كلام معلمين، مش عارف يا كلام معلمين مفيهاش قصف يعني بس تمام. بقصف جبهه الزمالك بمهرجان هدي وعدي، ما اعرفوش بس ربنا يستر ويكون كلامه ما فيهوش مشاكل. ما حدش قال لي اغنيه رمضان دي فيها ايه يعني، كله اللي عمالين يبعتوا يقولوا احنا ما نعرفش غير الدين رمضان، ما هو يعني فيها ايه يعني، فيها ايه قصف جبهه؟ قولوا لي. بقصف طب ناخد ريفراش كده. احمد عبد الله بيقول بقصف الزمالك ولا اي اندهاش لمصطفى محفوظ. وبقصف الزمالك بعيش على اعصابك لكارمن سليمان. نرفرش صفحتنا على الفيسبوك واللي يطلع قدامنا نلعبه ويبقى ده قصف جبهه وظروفه. محمد مصطفى بيقصف جبهه الاهلاويه اغنيه تقيله قوي برضه، تقيله يا محمد تقيله. طيب ماشي مش عارف بس هو الاهلاويه ممكن يردوا يعني، احنا برضو في اطار اللعب يا جماعه. محمد مصطفى بيقصف جبهه الاهلاويه بعد نتيجه النهارده باغنيه اطرف التعليقات اللي كانت لنا دلوقتي. حد اهلاوي بقى يقول يوم ايه يا عم يونس 11 سنه مش يوم والله 11 سنه ما تبوظوش الحقائق لا تزيفوا الحقائق يا معلمين. ماشي يا عم انا قريتها زي ما انت بعتها. لسه مكملين كلام معلمين على راديو 9090 هواها مصري. وخلينا اقول لك ان بكره زي ما قلنا ختام فعاليات الدوره 47 من معرض الكتاب اللي تم افتتاحه يوم الاربعاء الموافق 27/1. دكتور هيثم الحاج علي رئيس هيئه الكتاب قال ان الهيئه حققت مبيعات باكثر من 155,000 اصدارات من اصدارات الهيئه لحد دلوقتي، وان تحقيق نسب المبيعات دي بيدل ان في اقبال على المعرض السنه دي الحمد لله كبير، وان الزوار كانوا حريصين على اقتناء الكتب في مجالات متعدده. دكتور محمود الضبع نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب قال شرطة المصنفات الفنية عملت حملة موسعة على سور الأزبكية الموجود في المعرض، وأغلقت جناح بتهمة تزوير الكتب، وأغلقت كمان كان في جناح بعزق وجناح الجامعة لنفس السبب. دكتور محمود الضبع نائب رئيس الهيئة العامة قال أن الحملة جت بعد تلقيهم شكاوى كتير جدا من الناشرين بوجود كتب مزورة في المعرض، والمفروض المعرض هو ملتقى النسخ الأصلية اللي هو الكتاب بيقدموها. بعد الحملة اللي قامت بيها شرطة المصنفات انتشر كلام على فيسبوك انه تم مصادرة ديوان حلق حوش للشاعر جلال البحيري الصادر عن دار ابداع للنشر بسبب مجموعة من القصائد اللي فيها اسقاطات وتسيء للدولة، وجود رسم على غلاف الكتاب تشبه شعار رابعة. لكن دكتور محمود الضبع اكد ان الهيئة ما صدرتش اي كتاب، وان حملة المصنفات الفنية ما صدرتوش كمان. دار ابداع هي اللي اعلنت انها قامت بسحب الكتاب من المعرض ومن الاسواق لانها شافت انه بيحتوي على اسقاطات سياسية غير مقبولة، واكدت ان مفيش شعار لرابعه على الغلاف، وان الرسمه عباره عن ايد بترفع علامه النصر، وان الرسمه دي ما كانتش هي السبب اصلا في قرارهم بسحب الكتاب من المعرض.
لسه مكملين كلام معلمين على راديو 90 هوا مصري، وبفكركم تاني وتالت يا جماعه خلاص الساعات القادمه هي اخر ساعات في الدوره الحاليه من معرض الكتاب. لو انت سيدي الفاضل حبيبي صديقي يعني بالنسبه لك ما رحتش او مكسل، خلاص هو ده الوقت الاخير. بكره في حفل اطلاق البوم النجم امير يوسف الجديد، وان شاء الله يبقى حفل رائع جدا في ساقية صاوي، ونتمنى له النجاح ان شاء الله، وهيبقى اكثر من ناجح، ونتمنى للنجم امير يوسف ان شاء الله النجاح كالعاده في كل اعماله ان شاء الله. ناخد اخر قصف جابها معانا من الهاشتاج بتاعنا على تويتر، ويلا بينا شوف مين بيقصف جبهة مين وبيقول ايه. جرح تاني من اسماعيل بيقصف الزملكاوية، بقصف جبهة الاهلي بجانجم ستايل. مالها ومال قصف الجبهة؟ ماشي يا احمد يا اسامة. شيرين بتقصف جبهة الاهلاوية بايام وبنعيشها. نعمل ايه في ناس ما عندهاش احساس. في كمان بقصف جبهة الزمالك باغنية حاسة بيأس بتاعت شيرين من عالية. في كمان والله هو مش يوم، هم 11 سنة. وبقصف جبهة الزمالك باغنية انا مش مبينه له انا ناويه له على ايه لشيرين من مريم تلميذة يونس. في كمان بقصف جبهة الزمالك باغنية اللي يخاف من العفريت يطلع له. هنرد باغنية مريض نفساني للزملكاوية، وبنقصف بيها جبهة الزملكاوية من جهاد. في كمان انا وصاحبتي بنقصف جبهة الزملكاوية باغنية الدنيا ماشية بضهرها. كمان ايه كمان يا واد معانا يا واد يا ابو حميد؟ قصف جبهة الزمالك باللي قريناها خلاص. رحت المعرض امبارح وشفت ام كلثوم، وقلت لصحابي تاريخ حياتها المعلمه جمعويه. انا قريت التويته دي قبل كده، وان انت استفدتي من المشوار اللي حكيناه عن كوكب الشرق ام كلثوم في موسيقى حي 90 اللي فات في كلام معلمين. بقصف بص يا يونس، قصف الجبهه في اغنيه اديني رمضان عشان رمضان صبحي ورقف على الكوره بس، يعني لكن ما فيش في الكلمات نفسها حاجه. طيب تمام. بقصف جبهه الزمالك بكبرتك على سيدك. بقصف جبهه الزمالك مش مبينه له قريناها. بقصف جبهه الزمالك باغنيه مش سهل لحمائي. لسه برضو بنقرا من على الهاشتاج بتاعنا على تويتر معلمين الثلاثه على راديو 90 و في كمان مش فاهم يا شيماء يا سمير، ما الناس بتعمل شير للبوست، بتقول خلي كل واحد يعمل شير للبوست، او كل اللي يعملوا شير للبوست يكتبوا حاجه عن البوست، يعني يكتب تعليق قبل ما يعمل شير يقول برنامج يونس كذا، عشان في ناس بتبقى لسه مش عارفه ان انت رجعت في التعليقات. ماشي يا جماعه، المهمه القوميه بتاعتكم يا فيسبوكيين وانتوا بتعملوا شير، يلا اعملوا لنا طقم شير حالا للبوست واكتب تابع يونس من هنا. في كمان بقصف جبهة الأهلاوية بأغنية انت نسيتي نفسك لتامر حسني. طب بقصف جبهة الأهلي بسميرة سعيد ما حصلش حاجة من أحمد ديبو. هو ما حصلش حاجة خالص يا أحمد؟ خالص يعني. ماشي. بقصف جبهة الزمالك بسكة السمالة سكة السمالة من منى المعلم. في كمان الماجيكو على فكرة بيقصف جبهات يونس كمان، هو كتب ايه؟ قولوا لنا. في كمان بقصف جبهة الزمالك بأنا مهما كبرت صغير من خالد أباني. بقصف جبهة الأهلي ما حصلش حاجة كمان مرة. بقصف جبهة الأهلي بأغنية ما تفرحش قوي كده. دي بتاعت مين دي؟ بتاعت مين؟ في كمان خلاص نكتفي بهذا القدر وناخد آخر أغنية في قصف الجبهة ونبتدي بقى. كمل انت بقى، والسؤال في كمل انت بقى. لو كنت وزير السعادة في مصر ازاي ما تسألش هتعمل ايه؟ ليه بقى وزير السعادة؟ لأن الأول مرة تم في العالم تعيين وزير للسعادة والتسامح في الإمارات. كنا عايزينه النهارده. رئيس الوزراء الإماراتي وحاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعلن أنه هيتم اختيار وزير من الشباب، وهيكون وزير الدولة للسعادة. مهمته الأساسية هتكون موائمة خطط الدولة وبرامجها وسياستها لتحقيق السعادة للجميع وتوفير الخير والرضا في المجتمع. يعني كل وظيفة هذا الوزير الجديد تحقيق السعاده للمواطنين، يعني مواطنين شو مبسوطين بقهم مفتوح من هنا لهنا كده، وانه يضمن ان مفيش مواطن في الامارات متضايق خالص. واعلن كمان عن ان في وزاره جديده ومنصب جديد هو وزير التسامح، يعني عندنا وزاره التسامح ووزاره السعاده اللي هيكون مهمته ترسيخ مبادئ التسامح كقيم اساسيه في المجتمع الاماراتي. منصب وزير السعاده ووزير التسامح تم استحداثهم لاول مره في العالم، والبدايه هتكون من الامارات.
كمل انت بقى. انا مش عايزك تسقط يعني تقصف جبهه حد. انت كمل انت بقى. انت هتبقى يا سيدي، وانت يا انستي ويا مدامي ويا مامتي ويا اختي ويا اخويا ويا بابايا اللي بيسمعوا كلهم. انا بدي لك دلوقتي، بص اعتبرني انا رئيس الحكومه، بقول لك همسكك منصب وزير السعاده. المواطن المصري عايز ايه علشان السعاده؟ هناك قال لك شويه رفاهيه، هناك تحقيق شويه الحاجات الخاصه بالكماليات. انت هتعمل ايه كمواطن مصري للمواطنين المصريين علشان تبقى وزير السعاده؟ لو انا مكانك، اول حاجه الفول امنع وجوده من الحياه اصلا، يعني لا، ما هو ويبقى في بديل، لان هو المسمار بتاع البطن. يلا على رقم الرسائل بتاعنا 199، وعلى صفحتنا على الفيسبوك راديو 9090. معانا ربع ساعة بس هناخد فيها دردشتكم فيما يختص بموضوع وزير السعادة. والتويتر معلمين الثلاثة راديو 9090، وانستجرام الراديو 9090. وقولوا لنا ماذا تفعل لو كنت وزير السعادة. أنا بصفتي أحمد بن يونس سالم قمت بتعيينك وتعيينك وزراء للسعادة. أخبرني بالله عليك ما القرارات التي ستقوم باتخاذها حينما تتقلد هذه الحقيبة الوزارية؟ كلام معلمين على راديو 9090 هوا مصري. وزير السعادة انت يا سيدي، انا اديتك الحقيبة الوزارية. حقيبة تحس ان هم بياخدوا شنطة وهم داخلين يحلفوا البتاع. طيب انت كوزير سعادة هتعمل ايه في بلدك الجميلة مصر علشان تخليها سعيدة او تطبق مفهوم الوزارة بتاعتك؟ وعلى فكرة مش لازم تبقى بنفس مواصفات وزير السعادة الدبي الاماراتي. انت ممكن يكون ليك معايير جديدة. زي ما قلت هنمنع الفول، في حد قال هنلغي زراعة الكرنب من مصر. انا معاك جدا، يعني خلي الاوزون يشم شويه. طيب نبدا بالتليفونات، يلا بينا. الو. ايوه صباح الخير. صباح الخير يا يونس. صباح العسل. مين معايا؟ نادية. ازيك يا نادية، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام الحمد لله. الحمد لله. صوتك سعيد ومتفائله ودي حاجه حلوه. ما انا زملكاويه بس متفائله برضه. يا ولد يعني مش عايزين نرد عشان ما نبوظش فرحتك. لا ما انا كنت بعيط وبعد كده بقى لما سمعتك فرحت خلاص. طيب الحمد لله. قولي لي بقى يا نادية، هنعينك وزيرة السعادة، هتعملي ايه في البلد؟ شوية قرارات كده يعني. اولا اول حاجه الساعه 12 الاذاعات كلها تنضم للراديو 90 عشان برنامجك يبقى زي الحفلات اللي بتذاع دي كده. مش كلهم يعني، مش كلهم، انا مش عايزهم كلهم على فكره. مش كلهم. لا يعني المعظم يعني عشان الناس كلها تسمعك. والله الناس لو كلها سمعتك هتبقى سعيده جدا. الله يخليكي، ربنا يكرمك. ايه كمان؟ كمان الثانويه العامه، يعني الجامعه، يعني احنا نخش ثانويه تمام بس الجامعه يبقى في اختبارات عشان اللي يعني متأهل لكليه معينه ما يتظلمش بسبب التنسيق. يعني انت عايزه تلغي فكره التنسيق، واللي عايز يدخل كليه ايام الاختبارات قدرات هي اللي تاهله يدخل الكليه. حلو. طب الناس عشان تمشي مبسوطه في الشارع، يعني فكره ان انت احنا بنمشي في الشارع ضاربين بوز البطه، الناس عايزينها ماشيه في الشارع ده يحصل ازاي بقى؟ ما هو في حاجات تانية بس مش هينفع عشان ما اروحش بقى ماشي هيتقبض عليا والكلام ده. لا خالص لا ولا يتقبض عليكي ولا يتقبض عليا. مع السلامه يا نادية. عايزه حاجه حبيبتي؟ لا طبعا سلامتك يا يونس. بس في حاجه معلش. اتفضلي. حاجه؟ عينيا. يونس انت ليه ما بتاخدش جبس جبهه من التليفون؟ لا والله ساعات التليفون بيقع مني. يعني بصي، هي وسائل التواصل عماله تكتر وتزيد فانا ما بقيتش ملاحق. يعني ده في اصلا ايميل للبرنامج كمان ممكن اللي عايز يشترك. فانا لا، غلطه مني طبعا، غلطه سهوا والله، بتبقى مش مقصوده. انا اسف طبعا. لا يعني شكرا، ربنا يخليك يا نادية. نروح نشوف قصف جبهه ايه ده دخلتيني الدنيا ببعضها. نروح نشوف الانستجراماويين لو مين بقى وزير السعاده هيعمل ايه. هخلي الاجازه تبقى سنه كامله منا، وهوزع شوكولاته كتير، وممكن اخلي دراسه على الانترنت، وهلغي زراعه السبانخ، وممكن اعمل شبكات كتير واي فاي مفتوحه. هي دي السعاده والله، منا جامده فعلا. الحاجات دي كلها تفرح. في كمان لو كنت وزيرة السعادة أول حاجة هعملها إن أنا أخلي الناس تهج من البلد. يا ستار يا رب، يا ستار يا رب. طب كده مفيش سعادة خالص. طب هم هيسيبوكي لوحدك ولا أنت عايزة تطفشيهم وتستمتعي لوحدك؟ لو كنت وزير السعادة كنت أرجع باسم يوسف من أريج أحمد أو أريج زي ما تحبين ننطقها إزاي. أخلي الإنترنت ببلاش زي ما قال الكتاب. ما هو ببلاش بس تحس إنه بلاش مقنع ببلاش بس مش ببلاش يعني. ده اللي بعت لنا سارة. في كمان هنزل البرطمانات بتاعه الشوكليت مشهوره دي يا يونس، انا عارفها يا ماده طبعا، على التموين
لا يبقى لازم في الحاله دي نوني وتلا على التموين. اصل انت طالما دخلتي في التموين يبقى خلاص الاعلان ضاع مش هيدفع فيه اي حاجه. وميكس معلمين الجمعه يتلعب في طابور المدرسه. تخيل بقى، لا والله جامده الموضوع. تخيل الطلبه في المدرسه بقى يعني هم خلصوا بقى يعني عشان طبعا السلام الجمهوري موجود وكل حاجه، وبعد كده الاول اذاعه المدرسيه وكل حاجه ماشيه تمام وزي الفل. ويطلع بقى كل واحد يقول اللي هو عاوزه بقى يعني، ولكن يجي بقى ايه وهم طالعين بقى ايه على الفصل، يلا يا ولد انت هو اطلعوا الفصل بتاعكم، يلا يا حبيبي يلا يا بابا. فبدل ما يعملوا لهم معزوفه موسيقيه يشتغل كده. طيب نروح نشوف لسه وزير السعاده لو مسك وزاره السعاده في مصر هيعمل ايه. ناخد تليفون. الو. ايوه ادي السعاده بعينها جات لنا اهو. مين معايا؟ عامل ايه؟ ايه ده نسيتني بالساعه دي؟ هدى 46 قرش صح كده؟ ايوه. الحنجره دي ما تلخبطش وما توش عنها ابدا. قولي لي يا هدى كوزيره سعاده هتعملي ايه؟ استنى بس على صوت الموبايل دي واحده. ايوه اهو في الساعه. ماشي. مع وزير التعليم كده عشان نلغي المدارس. لا مش سامع. واحده. هروح اقعد مع وزير التعليم عشان نلغي المدارس. هتلغي المدارس؟ خليها جامعات على طول. يعني العيل يعني العيل يتولد ويدخل جامعات يعني يعني ايه؟ لا ما هيقعد 16 سنه ينحرف بعدها ايه؟ ينحرف يقعد 16 سنه ينحرف. عايزين 16 سنه ينحرف. ايه طبيعه الانحراف اللي انت عايزه تساعدي الشعب المصري بيه؟ يا حلاوه على تمسك وزاره. وهوزع بلالين في الشارع عشان احنا كبنات كيوت بنحب البلالين وبنفرح بيها. بعد الانحراف توزعي بلالين؟ لا سيب البلالين في حالها. لا انتوا كاولاد انتوا اللي بتنحرفوا يا يونس. ولاد احنا بنات، احنا كائنات كيوت. قيوط هو ده. لا نفرح من اي حاجه يعني. ايه ازاي؟ ايه نعم بت ايه؟ مفيش. عايزه بس تقول لاصحابي حاجه كده اللي بيسمعوك. اتفضلي. يا جماعه انا سنجل والفالنتاين قرب فما تنسونيش. يخرب بيت نطقك. يخرب بيت النطق. يخرب بيت. انا بقولها كده. ما كانت قيود برضو من شويه. ماشي يا هدى. شكرا حبيبه قلبي يا هدى. يلا السلام. تاني نكمل كلام معلمين على راديو 90 والسؤال لا زال مطروح. لو كنت وزير السعاده هتعمل ايه؟ ونرجع ناخد شويه من التعليقات بعد اللي هدى عملته. كميه الفصلان جامده يا هدى. طيب نروح نكمل انستجرام برضو الراديو 90 ونشوف انت لو وزير السعادة المصري هتعمل ايه وقراراتك هتكون ايه. هعمل اجازة للطلبة 6 شهور واخليها مرتين في السنة. مجنونة المعلمين فعلا. مو كل سنة وانت طيب يا مو وعيد ميلاد سعيد. معلش هعمل اجازة للطلبة كتير. دراسة اسبوع واجازة اسبوعين. هوزع فلوس على الشعب ساسا. في كمان الصبح كل مواطن هو خارج من باب بيته يلاقي على باب الشقة بتاعته علبة شوكولاتة هدية من الحكومة. يا سلام يا اولاد لو في حاجات كده بجد. كل واحد بقى طب حددوا انتوا عايزين انواع ايه عشان احنا هنناشد الحكومه النهارده في الحلقه ان احنا محتاجين شوكولاتات قدام بيوتنا. فكل واحد يقول بيحب ايه. وانا بحب نوع معين كده يعني مش هينفع اقوله. هقول للحكومه بيني وبينهم. الطلبه هي اللي تعلم الامتحانات لنفسها ويدوا التقديرات لنفسهم. والله يعني انتوا اللي هيمسكوا وزاره هيولع في البلد. طيب ايه كمان معانا؟ لو كنت وزير السعاده خليك يا يونس يوميا و4 ساعات سارع سله المعلمين. يعني مش كده مش سعاده، كده هتبقى ملل والله يا ساره. في كمان قول لي مبروك يا يونس انا طلعت المركز الاول. اكرم نبيل مركز ايه اكرم؟ بس على مستوى الجمهوريه. مبروك الله اكبر حبيبي ما شاء الله مبروك. كله يهني اكرم نبيل كركر. هدي كل مواطن مصري 200 جنيه يوميا ونلغي الدراسه وايفون هديه كده يعني. مش هكمل اكتر من كده يا احمد، مش هفسر الباقي. لو كنت وزيرة السعاده كنت احط في كل بيت واي فاي ببلاش من حق الشعب يا يونس يتدلع. وهوزع ايفون لكل مواطن. لا ما في 7 بقى نازل ما تقلقيش مش لازم خلاص هات الجديد بقى. لو كنت وزيرة السعاده كنت هخلي اجازه نص السنه 6 شهور واخر السنه سنه. في ده من مين؟ ده من
من عمر القيصر. كنت ياسمين بتقول كنت هخلي كل حاجه لونها بينك. يا سلام. ووزع ايه بقى الكلمه الاخيره ايه؟ فونات ده اللي هو تليفونات صح للشعب وكل واحد ليه عربيه ورحلات شارم والساحل مجانا والغي الثانويه. يا ياسمين لا يا ياسمين طموحك قليل قوي. شرم ايه؟ احنا السياحه هتبقى نشيطه لان كل العالم هيجي عندنا اصلا عشان احنا عندنا سعاده. السعاده عندنا مقطع بعضها فهو هيجي. فانت تروحي بقى حتت كئيبه ننقل لهم السعاده. يعني انتوا عارفين دايما المصري بيتميز بوشه البشوش. يعني تشوفه في اي حته الصبح كده وانت صاحي من النوم وانت تبص لنفسك في المرايه تعرف وش المصري بيبقى عامل ازاي. تخرج بقى تقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم عشان تبتدي اليوم. فتقول لعل وعسى ان شاء الله الاقي حد في الشارع يعني يفتح نفسي شويه. حاضر يا نوران حاضر. طيب فتنزل الشارع فتلاقي الناس برضو في الشارع مبسوطين وماشيين والاتوبيسات الناس كده كله في الشوارع بقى. وتلاقي الناس عماله ايه بقى ياخدوا بعض بالاحضان. تروح شغلك تلاقي مديرك واقف مستنيك بموسيقى حسب الله وانت داخل وبيديك ورده وانت داخل. يعني الكلام ده كله موجود يا جماعه موجود. عايزين نقول لابو حميد كل سنه وانت طيب يا سيكا. وعبد الله بيقول له كل سنه وانت طيب يا سيكا. وانا يا سيكا بقول لك كل سنه وانت طيب يا سيكا وعيد ميلاد سعيد يا سيكا جميل يا سيكا لحد ما اشوفك يا سيكا. في كمان نروح على الهاشتاج بتاعنا على تويتر. الثاني على مستوى مصر يا معلمين من امل ابو الخير. احنا الثاني على مستوى مصر وهنبقى الاول ان شاء الله كترند وهاشتاج مصري. هلغي المدارس وهوزع شوكولاته وكيلو ذهب كل يوم. سالي هربت منك تماما. هترخصي قيمه الذهب كده. المصريين يا عيني مكتوب عليهم الشقه طول عمرهم. احمد عمار لا والله يا احمد ما انت هتبقى وزير السعاده بقى. شوف لنا حل. الحاجه اللي بتسعد الشعب المصري الفلوس والاكل. والله لو عملت لهم ايه هو الفلوس والاكل. هوزع فلوس ونوزع وجبات من كذا مجانا. تمام. هوزع روايات ببلاش. ياسمين لا ياسمين كده مش هتعملي سعاده خالص. يعني انت هتسعدي 3% من الشعب المصري تقريبا ولا ايه؟ اكل اسراء احمد عيد ميلادي النهارده. يا اسراء يا جميله كل سنه وانت طيبه وعيد ميلاد سعيد. ساره قمر بيعجبني فيك تفاؤلك يا يونس. والله يعني هم شويه اللي باقيين عايزين اجي انكد عليكم كل يوم. يعني انتوا لو انتوا عايزين والله انا بعرف قوي. طيب خلاص عايزين تجربوا. طيب ماشي. انا انت مش يعني التفاؤل مش عاجب. طيب انا بقى ايه نشوف لكم حاجه كده نديكم ما بعرفش. طب نعمل ايه والله لا حاضر عينيا الاثنين. يلا ابعتوا بقى على الرسائل 199 كلمونا على التليفون. اتصلوا بقى 2 18 10 8 66 وصفحه الفيسبوك بتاعتنا اسمها الراديو 9090. وانا اسمي احمد يونس. وقال لك وزير سعاده ايه قاعد كل اسمعوا عرفوا مصيركم ومستقبلكم وحاضركم. كلام معلمين على الراديو 9090 هواها مصري. وخلينا ننتقل لفقرة حلوة تانية وجميلة تانية وتفاؤل تاني وحاجات حلوة مع ضيفنا الكريم الشاعر محمد إنسان. ازيك يا محمد؟ الحمد لله تمام. اخبارك؟ الحمد لله والله. مبروك توقيع الكتاب ومبروك الهيصه اللي كانت جامده وكالعاده دايما ناجح كده وبتفرح كل اللي بيحبوك. الله يبارك فيك يا رب ربنا يخليك. انت كله كويس؟ انا كله تمام جدا الحمد لله. يعني بص الناس بدات الناس تتكلم. يعني اول ما قلنا ان انت معانا يقولوا محمد ابتسامته احسن حاجه وتفاؤله وضحكته اللي موجوده على طول. فاحنا كنا لسه بنتكلم عن وزير السعاده فشكلك هتمسك حاجه في وزاره السعاده يعني لما تتعمل يعني لما الظروف تسمح يعني. محمد انت خريج اداب صح كده؟ بالظبط. انا هو مش خريج. انا المفروض دي معلومه محدش يعرفها كتير ما بتكلمش فيها عشان هي قصه شويه. انا المفروض ان انا السنه الاخيره دلوقتي في اداب قسم صحافه واعلام جامعه عين شمس. اللي اخرني شويه ان انا كنت في كليه تجاره ما حبيتش مجالي فبعد ما قضيت فيها سنتين سبتها ورحت غيرت المجال. طيب بمناسبه الحته دي انت شايف ان الواحد مهما يعني قضى سنين طويله في كليه ما وشايف ان هو يعني مش شايف نفسه او مش قادر يلاقي نفسه فيها حتى لو عدى سنين كتير ممكن يعيد الحسابات ويغير فورا؟ اكيد. انا كنت واخد قرار بيني وبين نفسي ان انا لو ما عرفتش احول خلال السنتين هكمل ال4 سنين وبعد ما اخلص هقدم تاني في كليه اداب قسم صحافه واعلام لان انا حابب ادرس الموضوع. لان انا وانا في اولى تجاره انا كنت بشتغل في اخبار اليوم ف يعني الموضوع مربوط معايا انا عايز احقق ده.
فخدت القرار. كانوا اهلي في البيت كانوا ما كانوش موافقين خالص، حرام تضيع سنتين من عمرك. جمله المعتاده كل اصحابي القريبين نفس الراي، بس انا فعلا خدت القرار ومش ندمان عليه، احسن قرار خدته في حياتي. اكيد نتيجته انت شايفها دلوقتي الحمد لله. انت حصلت على المركز الاول في الشعر باختيار الجمهور من اللجنه الثقافيه في كليه التجاره، بما انك رحت تجاره بقى. كانت السنه الوحيده اللي انا اشتركت فيها في نشاط، هي دي 2012 بالظبط. والبدايات كانت فيسبوك صح كده ولا؟ البدايات كانت فيسبوك. طب خلينا نروح لبدايات محمد انسان للناس اللي عايزين يعرفوا محمد عن قرب بقى، ونتدرج لحد ما نوصل للديوان الاخير. تمام. هو انا ابتديت زي اي حد، انا كنت ما كانش في دماغي خالص ان انا في يوم من الايام هكتب كتاب او انزل كتب في معرض الكتاب. ابتديت بكتب حاجات انا حاسس بيها وحاجات انا عايز اقولها او رأي معين، بس بكتبه بطريقة موزونة بقافية ووزن. الموضوع بدأ يعجب الناس، بدأ الناس تتفاعل معاه، الشير بدأ يكتر واحدة واحدة. بدأت ب5000 لايك على البيج. الموضوع قعدت شهور عشان اجيب 20,000 شهور كامله عشان اجيب 20,000. كان فارق معاك يعني هو كل الناس بتحب اللايكس وان هو يبقى فيه متابعين كتير، لكن في حته الشعر وان انت عايز كلامك يوصل كنت بتسعى جاهدا قوي في موضوع ان انت البيج تكبر ويبقى ليك فولورز كتير يعني؟ وقتها ما كنتش بفكر في الفولورز خالص، ما كانش اصلا موجود ظاهره الفولورز على الاكونت، ما كانش في حاجه اسمها فولورز، فريندز وخلاص، كان فريندز وخلاص. فساعتها كنت بركز ان اصحابي اللي عندي يشوفوا كلامي. يعني انت كان كل الفكره ان انا عايز صحابي يقروا اللي انا بكتبه. بالظبط. انا اتفاجئت، يعني انا اتخضيت اما لقيت حاجه اسمها فولورز ظهرت، اتخضيت بالرقم. يعني انا فجاه لقيت عندي 9000. ايه ده؟ جم منين؟ انا ما اعرفش. دلوقتي ما شاء الله يمسك الخشب بقى وكام؟ الحمد لله دلوقتي الصفحه فيها 210,000 والاكونت فيه 109,000. ربنا يزيد يا باشا ويبارك. يا رب. وبعدين بدأت تكتب حاجات زي خواطر خاصة بيك بالزبط. انت وعشان صحابك يقروها. بالظبط. ولا كان في دماغي اي هدف ان انا حتى من وقتها ما كنتش مسمي اللي انا بكتبه، ما كنت ما بحبش اسمي حاجة بكتبها. يعني انا ما كنتش اعرف ده شعر عامي ولا ده خواطر ولا ده حاجة بتجيلي كده فبتكتبها. اي حاجة بتجيلي. لو انا ماشي في المترو وقابلت حد شفته صدفة في المترو ضحكنا لبعض وهي ضحكت وانا ضحكت بس حدايه حدايه وضحكنا بس ما اتكلمناش. كاتب في الموضوع وانا فاتح الموبايل ومنزل البوستهم وما بفكرش في رد فعل الناس زي دلوقتي بقيت افكر للاسف. طيب في زعش مني في موجه كده من النقد اللاذع للكتاب الجداد وللشعراء الجداد يعني يعني الكلام اللي بيتقال اصل هو بقى اي حد بيكتب كلمتين على الفيسبوك بقى بينزل له كتاب. تمام. عايز ترد أكيد يعني طبعا. لان كل واحد من حقه يتقال ده والهجمه انا يعني قويه وكبيره ولدرجه انه بيتعمل زي ما بيقولوا حفله يعني. بالظبط. وده حاصل قدامنا دلوقتي. السنه اللي فاتت كان حفله على شخص معين، السنه دي حفله على شخص. السنه اللي فاتت كان زاب ثروت، السنه دي وليد ديدا. فهو يعني هو اختلفنا اتفقنا مع اي حد، ولكن انت اكيد بتبقى عامل حساب للنقطه دي علشان انت ما بتحبش تهاجم طبعا. فانا دلوقتي انا بقول لك انا بقيت اخلي بالي من المحتوى اللي انا بنزله عندي، لان انا عارف ان الحفلات بتشتغل. انا قبل ما اقول رايي في الموضوع دوت انا حابب بس اوضح اني انا من 2012 2013 كان ليا اول كتاب. انا بكتب من 2009، فما عملت اول كتاب في 2013 مع احترامي للجميع ما كانش في كاتب على السوشيال ميديا ليه كتاب في معرض الكتاب غير مصطفى ابراهيم. ربنا يمسيه خطوه ان انت تعمل كتاب دي الخطوه دي مش سهله يعني دلوقتي سهله دلوقتي سهله وبيشجعوا بعض. انت جبت النقطه اهي. انا وقتها ما كانتش سهله بالنسبه لي. فحته ان اي حد يعمل كتاب لا ارجع لي في 2012 ما كانش اي حد بيعمل كتاب وكان بيترفض. انا لفيت دور ناشر كان في دور ناشر يقول لي 7000 جنيه و6000 جنيه. انا وقتها ما كانش معايا فلوس، ما كنتش اعرف اعمل كتاب. ففعلا انا تعبت جدا. واول تجربه ليا مع دار نشر طلعت نصابه وسحبت كتابي من السوق ورجعت قعدت نشرته تاني بعدها بشهرين. فيا جماعه والله الموضوع ما كان سهل. انا طبعه اولى لفيت بيها المحافظات عشان اخلصها. طبعه اولى اللي احنا دلوقتي الحمد لله ربنا بيكرم بنخلصها في ساعات قليله في المعرض. انا قعدت شهور بروح من اسكندريه لاسوان عشان اخلص طبعه اولى من كتاب انسانيات اللي نزل لي 2013. انسانيات 2013 الى فيلسوفه 2014 عنها سالت الله 2015 اسكندريه يوم 1 تتويج الجديد في 2016. الحمد لله. ايه انسان؟ ليه انسان يا محمد؟ لقب العيله. العيله فعلا ده الاسم الحقيقي اسمه عيله انسان مطلوق علينا. يعني مطلق عليكم ولا ده فعلا ولا ده اسم موجود في البطاقه يعني؟ لا هو مش في البطاقه بس هو مطلق. بس انت عجبك ان هو المميز يعني هو انا ده يعني انا بعتز جدا باسم والدي. انا اسمي محمد عبد الحميد حسن. بس محمد عبد الحميد ما كانش هياخد انتشار محمد انسان يعني. هو الاسم ليه عامل كبير جدا الحمد لله في ان هو يتعرف يعني. طب يعني تحب تقول حاجه يعني ولا يعني تختار حاجه من كتاباتك تكلمنا عن ظروف كتابتها مثلا او حاجه ولا نرغي شويه اللي انت عايزه؟
زي ما هتحب. لا انا انت معاك زي في ما اي تحب. حاجه. لا يا باشا انت زي طيب بما ان امي بتسمعني دلوقتي ست الحبايب والله سلام كبير جدا يعني. ربنا يخليها لك. فممكن اقول حاجه صغيره كنت كاتبها لامي. هي كانت دايما بتقول لي احنا مش جايين عشان صغير النهارده بالمناسبه، ما تدخليش دخلت هقول حاجه صغيره والجو ده الناس عايزه النهارده تسمع. هنقول كلام كبير جدا. ماشي يا عم. امي كانت دايما بتقول لي طيبتك على قد ما بتضرك هتخلي الناس تفضل جنبك، لو يوم هتفرط وتكابر تبقى بتتخلى عن الناس. يا ابني انا عايزاك تفضل محبوب بين كل الناس، دي الروح الحلوه ليها الجنه، امي دي اصلا 100 جنه، بتعافر فيا عشان اصلي وتقول لي انا عايزاك في الجنه، بدعي لك ايوه، لكن برضو نفسي في الدنيا دي تتهنى. امي بالطيبه اللي في عينها والحب اللي في قلبها ليا خلتني استنى وما احبش بنت الا لما تكون تشبه لامي، وفي طيبه اللي لا يمكن يشبه لها حد. انا اسف جدا لو مره قلبي راح اتشد من غير ما يدور على الطيبه، ايوه دي غريبه بس انا فعلا مش ناوي احب ولا اتعلق ولا اسلم روحي الانسيه الا لما تزور حضن الحاجه علشان تديها الحنيه. احلى سلام وتحيه للحاجه ومامتك، ربنا يحفظها يا رب ويخليها يا رب. الكلام الحلو ده اكيد بيسعدها يعني. الطبعه الاولى قال خلصت ما شاء الله يعني في المعرض في اليومين اللي فاتوا. احنا في الطبعه الرابعه ما شاء الله ما شاء الله. محمد جمهورك مين؟ انت من الحفلات التوقيع انت بتخاطب الكل ولا ليك فئه عمريه معينه بتحب شايف ان انت واصل لها اكتر؟ انا والله بتفاجئ ان بلاقي امهات في حفلاتي، وبتفاجئ ان بلاقي راجل عجوز قاعد وبعد الحفله انا بروح له بقول له حضرتك جاي لمين؟ فيقول لي جاي لك، فانا فعلا والله بتخض. ده بيخليك تفكر في كتاباتك ان انت أكيد. لازم تكون اشمل بالظبط، لان انا فعلا انا مره من قريب كتبت بوست عندي على الفيسبوك، ويا جماعه انا حافظ اسامي الفولورز، انا بشوف مين اللي بيبقى عندي بيعمل لي كومنتس بشكل دوري، المتابعين المركزين معاك، المتابعين المركزين، بشوف مين اختفى ما بقاش يظهر وبخش اطمن عليه، ففعلا والله بتربي زبون يعني. فعندي ناس باخد بالي جدا من الفئه العمريه اللي عندي، باخد بالي ان انا ببقى مستهدف مثلا منزل القصيده دي عارف هي رايحه لمين، عارف ان في حد كبير قاعد مستنيها، عارف ان في شباب صغيرين مثلا بيحبوا يتابعوا كلام معين، فتلاقيني دايما مش على طول بقول كلام تقيل ومش على طول بقول كلام خفيف، بس بحاول اوزن الموضوع ان الكلام يكون بسيط على قد ما اقدر، بس في نفس الوقت بيوصل المسج يعني. اكيد كل واحد بينضج يعني، بيتغير من يوم للتاني، من ساعه للتانيه. انسانيات الى فيلسوفه، عنها سالت الله، اسكندريه يوم واحد. تعالى ناخدهم حاجه كده وتشوف محمد اتغير في كتاباته وفي شخصيته ازاي من ديوان للتاني. انسانيات كان عباره عن شويه زي ما بيقولوا فضفضه، الواحد خواطر او خواطر مكفاه قد ترتقي احيانا لتصبح شعرا يعني، مش في اغلب الاوقات بتبقى شعر، بس كانت فضفضه على قد ما هي ما كانتش شعر قوي، كانت فضفضه. كنت بوجه لاصحابي كلام من خلاله، كنت بوجه لاهلي، كنت لاول بنت حبيتها، الكلام كله اللي بيطلع تلقائي دوت من القلب، فكنت كاتبه في انسانيات. فعن فيلسوفة بدأت أبقى ماسك تيمة بقى، بدأت أفهم يعني إن الموضوع لازم الكتاب لازم تبقى ماسك تيمة ماشي عليها عشان الناس ما تقولش إيه السمك لبن تمر هندي اللي أنت كاتبه ده، يعني يبقى فيه الريتم يعني حاجة رتم معين أو موضوع معين الكتاب قائم عليه. تمام. فده كان عن فيلسوفة. فأنا سألت الله، الموضوع نضج بشكل كبير جدا إن أنا خدت من ال A to Z، خدت موضوع معين اتكلمت فيه، هو سؤالي لله عن شخص معين. حتى سؤال بمعنى الدعاء. دايما كنت بقول دعاء استجيب. ما هو سألت الله إلى من سألت الله عنها ولكنه لم يشاء، سألت الله الطيبة والراقي من الصفات لأن القلب يهوى إحدى الطيبات، سألت الله هداية من كل سوء أو ذنب وكانت لي بداية عندما القلب حب، تبدلت الأحوال وصرت شخص آخر لأن الله شاء وهو عزيز قادر، وبعد أن هداني لضرب الطيبين صرت فيه وحدي مثل الصبي اليتيم حينما يفقد أمه ويجهش بالبكاء، سألت الله عنك لكنه لم يشاء. والختام كان اسكندرية يوم واحد. اسكندرية يوم واحد ده بقى دايما الواحد كل مرحلة جديدة بيعتبرها تتويج للي فات. أكيد. ايه اللي أضافه محمد يعني بقى ككتابات كرؤية كمحمد شخصيا أصلا؟ اللي أضاف لي أنا الكتاب ده أضاف لي إن أنا اخد تجربه جديده في حياتي او اخد تحدي جديد. انا عن فيلسوفه وعنها سالت الله كنت ماشي
في سكه الرومانسي جدا، وده انطبع على كتاباتي في خلال السوشيال ميديا كلها. بدات الناس تصنفني كشاعر رومانسي، او بالمفهوم الاخر لبعض المنتقدين اللي هو الكلام النايتي اللي هو يعني هل انت مقتنع يا محمد بحته ان الشعر زيه زي اي حاجه الظروف بتفرض ان هو ياخد شكل جديد؟ يعني انه مش لازم اسير على نهج السابقين، مش لازم الشعر يكون يعني مش هنقلبه معلقات يعني، وشايف ان هو لازم كل حاجه وكل وقت ليه تغييره حتى في طريقه الشعر، ولا في معايير ما ينفعش تتغير؟ لا ما ينفعش اسفه وتفه لدرجه ان انا ابقى بقرا حاجه يعني في كتاب ما فتفاجئ ان انت زي ما يكونوا اتنين واقفين في الشارع فعملوا موقف مع بعض واشتروا علبتين كشري فكتبوا قصتين شعر. هو ولا كده ولا كده يعني. هو احنا ما نتفهش، ما نوصلش لدرجه التفاهه، وفي نفس الوقت ما نفضلش واصلين لدرجه التعقيد. يعني معلش احنا زمان كان الشعر معقد، في ناس ما بتعرفش تقرا شعر، دلوقتي حاجات بتعدي عليها ما بقاش فاهمين بالظبط. احنا كمان كلنا كده يعني. في شباب دلوقتي مثلا ما لهمش علاقه بالقراءه قوي، فييجوا معرض الكتاب عايزين روايات، طب ما تجربوا الشعر. لا ما بنفهمش منه حاجه. طب يا جماعه انتوا قريتوا دلوقتي؟ عشان هم واخدين الفكره اللي هو الشعر معقد. طيب دلوقتي بقى، طب احنا ليه ما نستهدفش شريحه جديده نخليها تقرا بكلام بسيط؟ هو في نفس الوقت مش كلام تافه بس كلام بسيط. يعني انت بتعتبر نفسك مرحله؟ يعني انت بتشده الكلام بسيط وبعد كده يدور على حد كلامه اكثر؟ هو انا ما بعتبرش نفسي مرحله، بس في كتاب كبار دلوقتي كانوا مراحل حقيقي، وده حصل وخصوصا في الروايات. في ناس بدات بروايه الفيل الازرق، وصلت دلوقتي انها بتقرا محمد بيتكلم على القراء مش الكتاب بس عشان الناس تبقى سامعه. ايوه احنا بنتكلم على القراء. في ناس يعني انا بقول ان استاذ احمد مراد كان سبب كبير جدا جدا في توجه جيل كامل للقراءه، وانا كنت واحد كل مرحله. دكتور نبيل فاروق زمان يعني عارف كل مرحله في حد كده تحس انه مسؤول عن انه شد الناس واستاذ احمد مراد اكتر واحد اتهاجم في موضوع الروايات عن واكتر واحد حقق مبيعات ما شاء الله. ربنا هل المبيعات مقياس للنجاح ولا مش شرط؟ لا خالص، مش شرط خالص. طيب احنا هنسمعنا حاجه، انا عارف ان احنا داخلين دخله عنيفه هنسمع حاجه ونروح نسمع اغنيه وبعد كده نرجع نكمل كلامنا ونقرا شويه من تعليقات الناس. لسه بفكركم ضيفنا الجميل الشاعر محمد انسان، بنحتفل معاه بالديوان الجديد اسكندريه يوم 1، والناس اللي بتسال عن اللدغه والحاجات راجل تمام وزي الفل يا باشا. انت بكتاباتك تغني عن اي حرف. هتختار لنا ايه من الاسكندريه يوم 1؟ من اسكندرية يوم 1. طيب هنقول بمناسبة حرف السين، هنقول قصيدة بتبدأ بسطر كله سينات. عارف أنا بتحدى نفسي. اتفضل. يا أسمى من أسمى اسم تسمى، مين اللي صانك غير اللي جالك يطلب حلالك وبالجمال يتهنى؟ يا بنت الناس يا ست الكل يا أعقل العقلين، أنا وحياة مجمعنا في صدفة تجنن المجانين، حلف ما هصيب قدر ونصيب ولا هعشق عيون تانيين. فيا بنت الناس ما تتعبنيش، ده أنا طيب وحب يعيش، ولو في القلب شيء ليكي بقول على طول وما بخبيش. فإياكي صرحت في يوم تأسيكي، وإياكي تشوف الحب لعينيكي دليل للضعف والكسرة، لا تخسر قلب كان حبك ولا هتنفع في يوم حسرة. يا بنت الناس أنا على الوحدة متعود، وقلبي من زمان مهجور، ودوس على قلبي لو زود لقلبي يعيش عليه الدور. فخليكي على طبيعتك وحبيني، وخلي كلامك الدافي ده يرويني، ده انا لو كنت قدامك ابان غضبان، بهمسه ونظره من عينك تهديني يا بنت الناس. انت لما اخترت الكلمات تقريبا مفيش غير كلمتين 3 اللي ما فيهمش حرف السين، انت كنت يعني بتوجه رساله لمين بايه؟ دي اكتر قصيده انا بتحدى نفسي، لان فعلا لما باجي اقول لما بكون واقف على الستيج الموضوع بيفرق جدا. انت بتواجه بقى الجمهور فيس تو فيس، فانت بتشوف ضحكهم بعينيك، ففي ناس بتتاثر تقول لك لا مش هقول، مش هتكلم، هتكسف. في ناس بتتعمد تختار كلام ما فيهوش الحرف اللي فيه مشكله بالظبط، يقول لك لا انا يعني انا ممكن اقول خطبه كامله من غير ما اقول الاغ. لا انا بضحك معاهم، يعني انا بقول لهم اسم القصيده بيضحكوا، فبكمل وبنضحك، الموضوع بيعدي يعني. طيب هنروح نسمع القاهرة للكينج للهضبة والكينج الاثنين مع بعض، ونرجع تاني في كلام معلمين على راديو 90 مع مؤسسة مصر الخير. لسه ضيفنا الشاعر محمد إنسان، ولسه بندردش مع بعض، وهنعرف الناس اللي عايزة بتسأل عن حفلات قريبة، هنعرف كل حاجة بس بعد ما نسمع الأغنية. كلام معلمين على راديو 90 هواها مصري، ولسه ضيفنا الشاعر محمد إنسان. والناس مبسوطة يا محمد، والناس بتسلم عليك ومبسوطين بنجاحك ومبسوطين يعني ببدايتك، وان انت
يعني بتتكلم عن بدايتك من زي ما بيقولوا من اول السلم. محمد بيقول هو دور العرض يعني هو بيقول، فانا هسألك، وبيقول دور العرض بتتعامل مع الكتاب الجدد باعتبارهم سلعة. ايه رأيك في التصريح اللي محمد ابو المجد بيقوله لنا النهارده؟ مش كل دور النشر، في دور نشر كبيره ما بتقبلش ان انت تنشر كتابك بفلوسك، دي كده ما بتعتمدش معاك على انك سلعه. في دور نشر طلع دلوقتي، عايز تنشر كتاب تعالى اتفضل، 3000 جنيه 4000 جنيه ادفع، والارباح بتاخد انت 50% ودور النشر تاخد 50%. دي كده بتعتمد معاك كانك سلعه، انت اللي وافقت يبقى انت اللي بتستحمل. في حد بيحبك ويقول انا بحبك وبحب عمرو حسن وبحب محمد ابراهيم، انتوا الثلاثه ليكوا مكانه حلوه في مكتبتي. الله، ده مصطفى. طيب انت يعني مثلا ما فكرتش تكتب اغنيه؟ يعني عمرو كتب مثلا لحنان ماضي مثلا، البنت اللي سهرانه، ما اتعرضش عليك ولا انت بتعرض وما فكرتش، او سايبها لسه خطوه لوقتها ولا ايه؟ هو انا عملت مش لناس تقيله قوي، معروفه بس ناس تقيله على المستوى الفني والله. يعني انا عملت لهم، عملت حاجه اسمها ريحه الشتاء لشادي الغيطاني، وعملت شادي معروف يعني، شادي يعني شادي ما شاء الله عليه، والاغنيه نجحت معاه الحمد لله ووصلها لناس كتير جدا. سامح جلال كلماتها ايه؟ مش كلماتها لو مش فاكرها لا فاكرها. ريحه الشتاء ليه تشبهك وبرده ليه يشبه فراقك، ليه فكروني بيوم فراقنا، يوم ما بعدت وقلبي سابك، والمطره دارت دمعتك وعينيك قالت ليا مالك، يومها كنت حقيقي ببكي، يومها حالي كان زي حالك. ريحه الشتاء فيها حاجه منك، فيها ضحكتك، فيها كبريائك، فيها ذكرى لسه في قلب عنك، فيها فرحة كانت يوم عشانك، ليه كل ده يرجع قصادي، وديسمبر يبقى عليا قاضي، يحكم بموت كل الحنين، والبرد يلسع قلب فاضي. ريحة الشتاء فيها حاجة منك، فيها ضحكتك، فيها كبريائك، ريحة الشتاء ليه تشبهك وبرده ليه يشبه فراق. ايه الفرق بين كتابة قصيدة من الشعر وكتابة أغنية؟ الاغنيه بتبقى محتاجه اللي هي كلامها يكون اسهل شويه في النطق، كلامها يتوزن، انت بتوزنه موسيقي. يعني احنا عندنا حاجه ملحن يعني الاذن الموسيقيه كده، يعني انت لما بتيجي تقراها تلاقي نفسك بتغنيها يعني، وفي نفس الوقت كمان بتكون ليها سينيو، ليها مطلع، ليها مذهب. الكلام ده كله برضو انا بحاول ادرسه، يعني انا مش متمكن فيه قوي، بس بكتب بالفطره يعني. ايه موضوع انسان بوك ستور؟ ايه الفكره؟ ده اكبر حلم في حياتي. ان شاء الله تحققه ان شاء الله. يا رب. قولي يعني ايه الفكره؟ بتفكر تعمل ايه؟ بفكر اعمل مكان يكون بستايل اوروبي شفته في تركيا، ان اخلط القراءه في نفس الوقت مع القعده مع الكتاب، يعني اخلي ان يبقى فيه بشكل دوري انك تيجي تلاقي الكاتب المفضل ليك قاعد. فكره المقهى الثقافي بتاعت زمان، يعني قهوه نجيب محفوظ مثلا، عايز الفكره دي اللي كمل الموضوع ده استاذ احمد فؤاد نجم مع استاذ الناشر الكبير محمد دهاشم في ميرت. الناس دي كملت، بس للاسف خلاص يعني ربنا يرحم. عايز تعيد ده؟ نفسي اعيد بشكل يناسب بقى العصر الجيل الموجود. يعني نفسي مثلا ناس كتير جدا بتحب مصطفى ابراهيم، انا واحد منهم، يعني انا اكتر واحد، يعني تقريبا انا قلت مصطفى كذا مره لان انا بحبه فعلا. فمصطفى انا ببقى نفسي اشوفه، شفته صدفه مره في وسط البلد مره واحده في حياتي. فببقى نفسي اروح مثلا المكان اللي هو كان بيقعد فيه مع استاذ احمد فؤاد نجم الله يرحمه، كان نفسي اروح الاقيه قاعد. دلوقتي مفيش مكان بيجمع الناس دي، فانا نفسي اعمل بوك ستور. هيبقى في مساحه كبيره، هيبقى في حفلات، في ندوات، تروح تقابل النجم بتاعك، تروح تقرا كتاب، تقعد، عايز تعمل ورشه تعملها هتلاقي مكان ليك، عايز تعمل كورسات هتلاقي مكان ليك. ومن حياتي والله يعني هيبقى مقر الدائم، يعني حتى هكون موجود فيه على طول. ريهام عامر بتقول لك انا قلت قصيده من قصايدك في المدرسه وخدت بيها جايزه وبدات اكتب واقرا من بعدها. شفت بقى يعني. شكرا يا ريهام. فعال ومؤثر. لو فكرت بقى، يعني احنا قلنا ان انت كتبت لشادي الغيطاني، نفسك مين حسه قوي او حاسسها قوي؟ لو قالوا كلماتك هتعبر عنها صح وهتطلع الاغنيه زي ما انت عايز بالظبط. مدحت صالح. احنا بنناشد النجم مدحت صالح لانه هو راجل فنان صح يعني. عايز اقول له ان انا حضرت لك حفله في دار الاوبرا وكنت قاعد في الصف الاول، وبعد الحفله يعني حظي الكويس ان الجارد خلاني اخش لك، وانا دخلت وسلمت عليك واديتك الكتاب بتاعي. فلو الكتاب محترم ومتواضع جدا، فلو كتابي لسه موجود يعني انا اتشرف ان لو غنيت كوبليه واحد منه يعني. طيب في حفلات قريب، في اي حاجه يعني الناس اللي ما لحقتش التوقيع يعني عايزين يحضروا لك اي حاجه، في حاجه متحدد ميعادها ولا؟ باذن الله امتى وفين؟ يوم 14/2 الفالنتاين، لا مؤاخذة يعني
بس مش هيبقى فيها نكد يعني. لا خالص. حب حتى النخاع يعني. هيكون في شبين الكوم منوفيه. تمام. هيكون الساعه 1 في نقابه الاطباء قدام نادي الجمهوريه. وفي نفس اليوم الساعه 6 مساء هيكون في طنطا في قاعة أنا كاتب اسمها عندي بس مش فاكرها. اللي يشوفوا بقى على الأكاونت. أنا أعرف أخليك تدخل دلوقتي وتأكد لنا. يعني أنت يوم 14/2 الجاي عندك حفلة في المنوفية في شبين الكوم، وحفلة في الغربية في طنطا. أيوة. اللي في المنوفية في نقابة الأطباء. في نقابة الأطباء. وفي الغربية في طنطا هتعرف تفهمني وتقول لنا ده يوم 14/2. طب أهالي القاهرة يعني القاهرة ونيلها وليلها وموولها وياولها وويلها وفيلها يعني هنسيب القاهرة شوية وهنطلع على أسوان يوم 3/3. حلو يا أهل الجنوب. أيوة الراجل جاي. وفي إن شاء الله هتكون في قصر الثقافة يوم 3/3 في أسوان. وقبلها بإذن الله هنكون يوم 21 في الأقصر. يعني انت جولتك شهر 2 مش قاعد يعني؟ لا خالص. كعب داير شويه. بنكمل جولة المحافظات اللي هي برضو حلم من أحلامي اللي أنا فكرة هايلة جدا. ناقص لي بني سويف أبقى قفلت الخريطة. ما فكرتوش تعملوا يا محمد حاجة زي حفل شعري كبير يضم كل المتواجدين على الساحة؟ صعب. نفسنا ولا النفوس مش صافية وهتقوم عركة كبيرة وهيروح فيها كتير. ليه بس انتوا كلكم ناجحين وكلكم الحمد لله الحمد لله. بس خصوصا الشعر مش عارف ليه الشعراء مش مندمجين قوي مع بعض. يعني ممكن تلاقي فنانين بيطلعوا يغنوا مع بعض، لا ما بتلاقيش شاعر كبير طالع. انا حاولت والله حاولت اجمعهم في اسكندريه. عرضت على كذا حد من الشعراء التقال يعني اللي موجودين، وقلت ان هي فعلا هتبقى فرصه كبيره لاهل اسكندريه ان هو هتبقى حفله ضخمه يعني. فللاسف كله اللي اعتذر عشان مواعيده واللي قال هاجي بعد كده انسحب. حاولنا نعمل ده في معرض الكتاب 2014 وحصل بالفعل. جمعنا حفله توقيع للناس كلها، كان فيها نبيل عبد الحميد وكان فيها احمد النجار وكان فيها مصطفى التلواني وكان فيها سيد شعبان وكان فيها اسامي تقيله يعني. والحمد لله كان يوم مردوده كويس جدا يعني. زي ما بدأنا في الأول كنا بنتكلم على الفيسبوك وهو ليه دور في حياتك مهم. دوره لسه بنفس الأهمية ولا يعني أو السوشيال ميديا عموما ولا يعني بقى في أولويات تانية؟ لا طبعا دوره قائم بنفس الأهمية اللي كانت في البداية وممكن يكون زاد كمان. لأن السوشيال ميديا هي دلوقتي اللي بتعرف الجمهور احنا فين، بنعمل ايه، وصلنا لايه. وسيلة إعلام وإعلان الأولى، كأنك في قناة الناس بتتفرج بالظبط. عايز أقول لك إن معرض الكتاب المبيعات قائمة على الفيسبوك. يعني كل الكتاب الكبار اللي سبونسر دلوقتي تلاقي مثلا الشير للغلاف معمول سبونسر يجيب 10,000، يوصل للريتش بتاعه يوصل عالي جدا. فالناس بتروح، في ناس ما شاء الله عامله طبعات من الموضوع ده. يعني انت بتصرف مثلا، في ناس حاطه ميزانيه 20,000 جنيه دعايه على الفيسبوك بالظبط. وما شاء الله دلوقتي تلاقيها في طبع العشرينات والحاجات ان شاء الله تحصل. يعني انا فاتتني دي السنه دي. انت قول لي من كل ديوان اصدرت كام طبعه؟ يعني احنا بنتكلم في اسكندريه يوم واحد، بنتكلم في ايام ما شاء الله، وانت وصلت للطبعه الرابعه. طب ما دون ذلك بقى من الدواوين؟ انسانيات اول ديوان عملته دلوقتي هو وصل للطبعه السادسه، انتهت ان شاء الله بنستعد للسبعه. تمام. عن فيلسوفه الخامسه وانتهت وهننزل بالسته. عنها سألت الله الطبعة الثامنة جاري صدورها. اسكندرية يوم واحد الرابعة النهاردة كانت في المعرض، وجالي خبر ان بكرة ان شاء الله هتفتح الطبعة الخامسة. تبدأوا الخامسة. طيب انت وقعت الاربع دواوين في معرض الكتاب الحمد لله. معرض الكتاب بيتطور هو كمعرض اصلا. واللي بيتعاملوا معاه كل سنة عن التانية بيختلفوا. اكيد انت الحفل التوقيع بتاع 2013 فرق عن 14 فرق عن 15. انت حسيت بايه في حفل التوقيع بتاعك السنة دي تحديدا في اسكندرية يوم واحد؟ حسيت باختلاف كبير السنة دي، لان انا السنة دي خدت المقهى الثقافي. المقهى الثقافي انا بقالي 4 سنين في المعرض، ما بخش احضر بس ما يعني انا كنت شايفه كبير، يعني كبير مش كبير كاسما ولا حاجة، بس كبير كجمهور. يعني انت عشان تاخد المقهى لازم داخل تحدي، لو ما ملتوش هيبقى شكلك وحش. فانا خدت التحدي السنه دي، وللاسف كانت الظروف ضدي شويه، ان هو مواعيده اتغيرت عشان وزاره الثقافه خدته يوم الاثنين اللي انا كنت حاجز فيه، فاضطريت ان انا اقدم يوم خليته لحد. بس الحمد لله ربنا كرم. وطبعا يعني بشكرك والله انك كنت سبب من الاسباب اللي انت يعني اتصلت بيا يومها بالليل، فالناس كتير جت على حس المكالمه ديت، والحمد لله كان يوم ناجح جدا بالنسبه لي. عكسي طبعا السنين اللي قبل كده، انسانيات كان تقريبا 10 اللي حاضرين حفله التوقيع في اول يوم. كنت فرحان بيهم جدا، طاير من الفرحه. يعني انا لما كان حد بيقول لي يلا اتصور معاك كنت بتخض والله، فعلا كنت بتخض. يعني كنت بقول له انا يعني بقول له نتصور يعني. عن فيلسوفه كان اكبر مفاجاه في حياتي. عملت حفل توقيع في صاله 4 في جناح معرض الكتاب 23 واحد،
وكان تحدي كبير لان انا سبت امتحان فاينل في نفس اليوم عشان اعمل حفله توقيع. ناجح وموفق ان شاء الله واللي جاي يعني افضل كثيرا ان شاء الله. احنا اتكلمنا عن فكره الهجمه اللي بتحصل ما بين فتره للتانيه. انت يعني شايف الهجمه اللي حصلت على وليد مؤخرا شايف فيها ايه؟ يعني شايف حابب تقول رايك؟ حابب جدا طبعا. انا كتبت رايي في بوست عندي على الفيسبوك وتهاجمت بسببه كتير. انا مش عايز راي مجامله، انا عايز راي لا والله ما مجامله يعني. وليد دخل بنفسه وكلمني قال لي شيل البوست عشان انا مش حابب ان الناس تهاجمك. فقلت له لا ده رايي انا ما بجاملكش يعني. انا دخلت علقت عنده واتشتم. فبقول له ده رايي انا ما بجاملكش. خلينا نختلف او نتفق مع اللي وليد بيكتبه. يعني انا مختلف مع طريقه كتابه وليد كتابته هو مصنف نفسه اللي هو كاتب خواطر، تمام؟ هو بيقول انا مش شاعر. وراجل معترف جدا بده. هم كمان بينتقدوا الخواطر اللي هو بيكتبها. انا بنتقد وليد في حاجه، ان وليد للاسف ما بيدرسش الموضوع كويس وما بيتعلمش ان هو وصل في مكان متشاف. فانت ليك جمهور وبيروح يجيب كتابك، ودلوقتي الناس عينها عليك لانك ما شاء الله بتخلص طبعات. فانت ليه ما تطورش من نفسك؟ ليه ما تاخدش بالك من كل كلمه بتكتبها في كتابك؟ انت اللي اديتهم فرصه. قصدك ان هو بيتعامل بعفويه شويه؟ بالظبط. بيتعامل اللي هو يلا نكتب يلا ننزل الكتاب. لا يا وليد بلاش استعجال. مش مهم المعرض كتاب يفوت عليك، المهم انك تنزل حاجه ما تديش حد فرصه ان هو ينتقدك او يشتمك او يسيء ليك بطريقه او اخرى. كلامي بقى للناس اللي بتهاجم وليد، يا جماعه يعني حته ان احنا كلنا اكتريه على فرد واحد دي حرام. لا دي بقت موضوع. في حته ان احنا كلنا كسوشيال ميديا فيسبوك كله يعني يتجمع على بني ادم واحد. انتوا شايفينها ده عدل؟ يعني انتوا مبسوطين اما تختالوا واحد معنويا خلاص هو مش هيكتب تاني. انتقدوا اللي هو بيكتبه، قولوا انت بتكتب وحش، انت ايه اللي انت كاتبه ده، ايه القرف ده، بس ليه تغلطوا في مراته؟ ليه تشتموه؟ احنا كده كويسين، احنا كده نضاف، احنا كده بنتبسط اما بنقتل في بعض جوانا. يعني وليد ممكن في يوم من الايام بعد 10 سنين يكتب كلمه واحده توصل لقلب واحد، ليه تخليه دلوقتي ما يكتبهاش؟ بص اتفقنا اختلفنا، هو برضو هو ده وليد اللي ليه فولورز بمئات الالاف وهو ليه الناس اللي بتحبه. يعني هو من ضمن النقد اللي اتكتب ان هو الكتابات يعني مستواها قليل او لا ترقى لاي شكل من الكتابه. ده اللي كان بيتكتب يعني نقدا. واتكتب بدا اللي يكتب يتكلم في القديم، يقول فكره ان شخص يعني فكره ان علاقته بزوجته تبقى على المشاع والناس بتتفرج على كل حاجه، لكن هو في الاول وفي الاخر كل واحد حر. يعني بالظبط. انت حر ما لما تضر يعني. زي ما بيقول لك انت معاك ريموت بتاع التلفزيون فبتقلب من القناه للثانيه يعني. بس احنا بطلنا نقلب، احنا بنسيب القناه اللي حرق دمنا ومش مضايقاك ومش عارف ايه ونتريق ونطلع كل اللي عندنا فيها. احنا بنوجه له تحيه وبنوجه لكل واحد يعني مختلف بيقدم اي حاجه شايفها منفرد بيها. يعني بنوجه له لو نقد ايجابي بنقول له كمل وطور من نفسك وعايزين نشوف الافضل من الناس كلها يعني. يا جماعه بس رجاء يعني بالله عليكم سيبوا كل واحد يقول اللي هو عايزه. يعني ما انتم ربنا ما عملكوش حكام على الناس. يعني انت باي حق بتحكم على حد وبتوجه له اساءه؟ يعني ما تعمل اللي انت عايزه. انت لو جيت دلوقتي طب ما يمكن انت ما تعرفش ربنا واخد منه ايه ومعوضه بده يعني. وهو المشكله اللي تزعل ان هو يعني يعني ان هو مرحله الاكتئاب دي مش حلوه يعني. المرحله مش يعني بتزعل يعني ان الواحد يدخل في اكتئاب بسبب هجوم ومش نقد. هو مش نقد، هو هجوم وصل لمراحل السخريه والتهكم وحاجه يعني ربنا يعافينا. مين الجندي الخفي في حياة محمد إنسان وبيشجعه دايما، ومين الجنود الظاهرين قدامنا؟ والله وانا قعدت ادور كتير يعني بصراحه يعني. على الخافي ولا على الظاهر؟ لا الظاهر صحابي والله موجودين معايا دايما، حتى في حفلات توقيع بيبقوا اول ناس واقفين في ظهري. وليد المنياوي وبسنت خالد وسيادة العقيد خالد صلاح الدين بمثابة والدي برضو. واهلي طبعا في البيت، ابويا وامي قبل ما بنزل اروح اي حفلة كفاية بس دعوتهم وانا نازل دي بالدنيا وما فيها طبعا يعني. فالخفيين بقى والله يعني هما كتير؟ لا مش عارف يعني صدقا يعني مش عارف. مش شايف ان في حد خفي فعلا يعني. لاني انا من النوع اللي بعمل كل حاجة بنفسي، ومن النوع اللي مش بشغل معايا حد يشوف لي شغلي يعني. انا حتى اي حد بيتصل يتفق معايا على الحفله بقول له كلمني، خد رقمي وكلمني. فطب في مدير اعمال؟ لا مش شايف ان احنا وصلنا لسه للنقطه ديت. لا في اهداء عن فيلسوفه كنت كاتب اهداء لكل واحد قال لي في يوم مش هتوصل، فبشكره عشان وصلت.
واهداء لكل واحد احتجت له في مره يمد لي ايده وما مدهاش، بشكره عشان خلاني انسب نجاحي لنفسي. فلو جندي مجهول فانا بشكر الطموح اللي جوايا. الناس اللي عايزه تتواصل مع محمد انسان وينضموا لصفحته على فيسبوك او تويتر، يعني وسائل كل نوصل لك ازاي من الاخر يا محمد؟ بكل سهوله. ايوه، محمد انسان بالعربي في جوجل هيطلع اول حاجه. طيب قول لنا اسمها على فيسبوك بالعربي ولا بالانجلش ولا على الفيسبوك لو في سيرش الفيسبوك محمد انسان بالانجلش، انسان بالاي بس، ENSAN. تمام. وفي تويتر ولا مفيش؟ بنفس الاسم، يبقى انسان ENSAN بالظبط. محمد MOHMED ولا محمد ايه؟ لا ED. تمام. هتختم لنا بايه؟ هتختار لنا حاجه حلوه كده تسعدنا بيها زي ما اسعدتنا في الشويه اللي قعدنا مع بعض. طب هو كان فيك اكتر من كومنت طالب عمري اللي جاي يا باشا، بس هي مش اسعاد للاسف. لا نكد علينا يعني. طب بص هقول لك حاجه، قول 2 نكد علينا وفرفش في وشنكحنا. طب هتفرحنا في. طب انت قلت دي النكد، الفرفوشه هتبقى ايه؟ طب هقول لك اسمين تختار اسم. ماشي. في ما تعصبنيش، دي حاجه احلى من تيجي كده. موافق على ما تعصبنيش من اسمها. وفي الحلوه لسه مع النسا، بس حلو لسه مع الناس الصغيره. هتزعل الناس. لا احنا زي الفل، بنات عندنا مش قصف جبهه ولا اي حاجه. مفيش اي حاجه. خلاص يبقى انت اللي اخترت. الاثنين اساميهم حلوه جدا. ماشي. نبدا بقى بالنكد. نكد نكد قوي قوي يا محمد، قوي يعني تخيل كده شويه واحد بيفتكر وحاجات كده. طيب ماشي يا عم، انطلق يا باشا. اطلب لي من البعد الحساب ودفع الشيك بدل حرمان. 10% الغياب حساب تقيل مقسوم على 2 من زمان. ترابيزة دايرة وناس كتير، لفة عينه ونص لفة. عقله كان قرب يطير لما فجأة لقاها داخلة. جرسون بيقطع لحظة مرت 1000 عام. صوته كان زي الكابوس مصحوب بصوت دوشة وزحام. الشيك يا فندم وانا تحت امرك، زود لي كاس من الحب صافي وهات لي عينها تملى فيها. ابيع هدومي وامشي حافي لو ايدي يوم تلمس ايديها. مشهد بعيد، ترابيزة تانية، هي قاعدة بروح ما جاتش. على كتفها كانت ايده سندة. مشهد أميرة في قلب نعش، قلب اللي داق الحب منها اتكتف في لحظة. الكون ما سعش، مزيكا تعلى بصوت أغاني. ضحك البنات ممزوج بوابل من الأماني. كل اللي كان في القعدة سارح، حسيته كان جاي لي وعشاني. مزيكا تعلى وتعلى أعلى من كل صوت سمعاه وداني. قامت بترقص على غنوة مرة، صحيت لقيتها بعتها لي. قلب اللي طار من الفرحة يومها مات لما جيتي واسمعها تاني. تسقيف عالية الجرسون بعيد، بعديها صدمة بسؤال غريب من لسه فاضل في الموجودين. حاسس بانه راح يوم يسيب كل اللي قالوا مكملين. كانوا في الغرام متعشمين، فاقوا من حلم لقوه كابوس وقعدوا زي مستسلمين لترابيزة دايرة وناس كتير وضحك عالي وقلوب تطير. بس انت خالي والقعدة غير، السهرة تخلص تنده سكير. اطلب لي من البعد دية ودفع الشيك بدل حرمان. وبلاش تواسب طبطبة ولا تهدي فيا. عمر اللي جاي ما هيكون بنفس جمال زمان. طيب الله يسامحك. معلش بقى احنا الحلوة لسه مع النساء. الحلوة لسه مع النساء. يلا بينا. سؤال خطير شاغل عقول كل البنات. امتى الخطوبة؟ امتى الجواز؟ امتى هتجري بيا الساعات ولا في ايدي دبلة جميلة وعلى شمالي خلقة وسيمة؟ امتى هروح اقيس في صحابي بعريس عدل وعليه ليمة وفي عز ما هي سرحانة وبأحلامها فرحانة تلاقي صاحبتها منزلة صورة دبلة عليها أسامي محفورة. صاحبتها اتخطبت للدكتور وهي لسه في سنة أولى. تقوم جواها 100 قيامة وتفكر في بلاوي ياما وتقوم بكتفها كده رافعة مفيش حاجة بتديني دفعة وتعيط وتقول لمامتها أنا عنست خلاص مش نافعة. محمد انت شرفتني ونورت كلام معلمين ولا وعايزين نتقابل لقاءات تانية. انت مسخره يا محمد. يعني عايز اقول لك لما بقولها دي في حفله ولا حاجه فالبنات فعلا يعني ضحك غير طبيعي والله. عارف اللي هو ايه شر البليه ما يضحك يعني. لا ما تقلقوش هتتجوزوا والرجاله هتتجوز وكله هيتجوز وكله هيبقى سعيد وزي الفل. ربنا يا رب يبعت لنا كده نصيبنا بقى احنا كمان. مش موجود وعامل مش موجود. بص الابتسامه الخبيثه دي يبقى موجود. ما علينا. انا بقول ما علينا برضه. لا والله يعني مستني الزهره اللي هتنور بستان حياتي. انت انظر حولك يعني لما تخرج كده في الشارع انظر حولك.
شرفتني يا محمد بجد، وانا مبسوط بوجودك معايا. انا اللي بشكرك جدا، وبشكر كل المعلمين اللي فاجئوني عندي على الاكونت، اللي انا ما كتبت بس اللي انا مع المعلم احمد يونس، فلقيت اكتر من كومنتس بيقول اخيرا. يعني هو مش اخيرا بالنسبه لكم، والله هو ده حلم بالنسبه لي من اكتر من سنين ان انا اكون مع استاذ احمد، فشكرا ليكم جدا والله. يعني محمد إنسان الشاعر الإنسان الجميل، أنا بشكرك وشرفتني. ولو عايز توجه رسالة لأي حد، تشكر أي حد في نهاية اللقاء، إحنا معاك. انا حابب اشكر صحابي جدا اللي واقفين جاي من في ظهري، وحابب اوجه رساله لدكتور حسين خيري نقيب الاطباء. انا بقول له يا دكتور، يعني انت راجل محترم جدا، واحنا كلنا معاك، واحنا كلنا مأيدينك. انا بعلن قدام الناس كلها ان انا مؤيدك جدا في اللي انت بتعمله مع نقابه الاطباء ضد التجاوزات. احنا كلنا معاك يا دكتور، وانت راجل محترم وراجل نقيب للاطباء، وده مكانك الطبيعي واللي انت تستاهله، وكمل. ويا رب يا رب يا رب ما نصحاش من النوم في يوم على خبر اقالتك، لانك محترم. يا رب تفضل موجود. محمد انا بشكرك وبشكر ادبك واخلاقك العاليه، شرفتني.